السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والنهارده يا جماعة هنفطم الأرانب دي مع بعض. أرنبة بسم الله ما شاء الله هيت مجربة تولد، فطبعا هنفطم ولادها. طبعا الأرانب دول يا جماعة عمر حوالي 42 يوم أو 43 يوم، مش 35 يوم، لأن أنا ملقحتش الأرنبة دي على طول، كانت مخلفة عدد وسبتها معاهم ازيد من 10 ايام، سبتها حوالي 15 يوم او 16 يوم او 17 يوم كمان على ما بدات ان انا القحها. فطبعا الارنب ده يا جماعه اللي قدامكم الصغير ده، عشان الناس اللي بتكتب في التعليقات بتقول الارنب كبير وانتوا بتضحكوا علينا ومش عارف ايه، انا بقول لك على عمره. الارنب ده يا جماعه عمره حوالي 42 يوم او 43 يوم. الارنبه دي يا جماعه برضو كان الارانب عضها وهي صغيره، اللي فيها ده مش جرب، اللي في مناخيرها ده عيب خلقي كده، كانت الارانب عضها وهي صغيره، بس انا عجبني اللون بتاعها فحبيت ان انا اربي. هنشوف طبعا هي معاها 8 ارانب اهم، هنشوفهم مع بعض هناخدهم، ومعانا الميزان وهنوزن نشوف الارانب الاوزان بتاعتهم قد ايه. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. وهنقفل طبعا على الارنبه بعد ما نخلص. طبعا هننضف لها الولاده ونحط لها جش. هننزل طبعا معاكم ناخد السبت ده وننزل على الميزان عشان نشوف احنا هنعمل ايه. نزلنا طبعا على الميزان اهوت، معانا التمن ارانب اهمت بتوعنا، ومعانا طبعا الميزان اهو صفاء. وهنبدا نوزن. طبعا هم صعب السيطره عليهم شويه لان هم حجمهم كبير. ده يا جماعه كيلو بالظبط اهو، حاجه زي ده كيلو بالظبط. نبدا نحطه اهوت ونجيب البابيون اللي شكله عشان ما نتلخبطش فيه. ده كيلو 30 جرام اهو. نبدأ إن إحنا نحطه برضو ونجيب البابيون اللي فاضي. ده برضو كيلو 85 جرام أهو. نبدأ إن إحنا نخش في اللي بعده الأسمر مثلا. ده كيلو وشوية أهو. برضو واحد أسمر كمان أهو 930 جرام. آخر واحد أسمر أهو كيلو 60 جرام أهو. تسعمية وتلاتين جرام ده. وطبعا واحد أصفر أهو 970 جرام. هنحط الأرانب كلهم مع بعض أهم. اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. 8 كيلو يا جماعة بالظبط هما، يعني في معدل الأرنب كيلو بالظبط. طبعا ده يا جماعة للناس اللي هي بتستعجل على الأرنبة وتلقحها على طول، ده غلط طبعا. لازم إن أنت تسيبها حسب الأرنب اللي معاها. أقل حاجة هي لو معاش عدد، أقل حاجة يعني لو معاها 5 أو 6 أو 7 ممكن تسيبها 10 أيام. معاها أكتر من كده بتسيبها، كل ما بتسيبها أكتر كل ما الأرنب الصغير ده بيدي معاك أكتر، لأن بياخد لبن أكتر، وبيبدأ إن هو الفترة اللي بيقعدها مع عمه بيبدأ إن هو يحول أكتر وبيشتغل معاك أكتر. فطبعا نسبة التحويل بتاعت الأرنب ده وهو مع عمه، يعني وهو بياكل علف زائد اللبن زائد ان هو مع امه النفسيه بتاعته ما اتغيرتش وما خدش صدمه الفطام، فبيبدا الارنب ان هو يحول. طبعا الارانب دي يا جماعه ممكن انا ابيعها على طول كده، يعني كنت ببيع في الاسبوع اللي فات، وخدت ارانب من عند امهم على طول تبع الارانب برضو اللي انا بعتها، فعادي مفيش مشكله، ممكن انت تبيع على كده. وممكن ان انت تستنى اسبوع او اتنين وتبيع، مش اكتر من كده، لان زي ما قلنا طبعا لازم ان انت ما تقعدش الارانب عندك اما يبداوا ان هم ياكلوا علف كتير او ينفتحوا في الاكل ان هم يعدوا ال 100 جرام اكل عندك. لان طبعا الارانب بتبدا ان هي تاكل علف ازيد والتحويل بيبقى اقل. بكده طبعا بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.